ثبتنا الضغط ونزود الفوليوم، فالمفروض ان الميه ترجع تاني. الميه بتغلي لو بتذاكر سيرموداينامكس. وانا بذاكر هنا انا جاي اقول لكم ان بينما انا كنت بذاكر سيرموداينامكس اكتشفت ان عند ثبات الضغط درجة الحرارة بتتناسب طرديا مع الحجم، وانا اصلا ما اكتشفتش ده وانا بذاكر ولا حاجة، ولكن شفتها على التيك توك. يلا نعمل تجربة. المفروض احنا بقى يا اصدقائي هنجيب سرنجة ونحط فيها مية كانت مغلية، هنثبت البريشر، نزود الفوليوم، ومن المفروض ان المية ترجع تغلي تاني. نثبت البريشر كده، هنكون ثبتنا البريشر، وهنحط فيها ميه كانت مغليه اللي درجه حرارتها حوالي 99 درجه. فلما هنزود الفوليوم كده المفروض ان الميه تغلي. رجعنا لكم مره اخرى بعد ما حطينا في السرنجه ميه مغليه. رجعنا لكم مره اخرى بعد ما ثبتنا الماء اللي كان مغلي درجه حرارته حوالي 99. فهنثبت اللي انا عامله ده، هنثبت البريشر وهنزود بقى الفوليوم. هنلاقي الميه انها بتغلي، مش بتغلي. الميه اللي كانت المفروض بتغلي، وثبتنا الضغط ونزود الفوليوم، فالمفروض ان الميه ترجع تاني. الميه بتغلي لو الميه بتغلي. وبكده تكون نجحت التجربة، مفشلتش. علم من التجربة ان لما يكون الضغط ثابت تكون العلاقة بين التمبريتشر والفوليوم علاقة طردية، فبالتالي لما نزود الفوليوم التمبريتشر هيزيد. اخواتنا بتوع بني سويف بسطة يعني مكرونة. الفوليوم هو الحجم والتمبريتشر هي درجة الحرارة والبريشر يعني الضغط. سلام.